لعبها الزمالك كما ينبغي، حصل على جزائية في الدقيقة 53 سددها زيزو واحتفل وحافظ بقية أفراد الفريق على هذا الهدف إلى تقريبا دقائق العشر دقائق الأخيرة. محاولات النصر المستميتة وكالعادة مرة جديدة عندما تصعب الأمور على النصر ماذا يحدث؟ يرتقي رونالدو فيأخذهم إلى الدور الثاني. كريستيانو رونالدو والبقية يحتفلون بهدف التأهل الذي يجعل النصر ثانيا في المجموعة، نعم، لكن الأهم يحصل التأهل من أمام هذه الجماهير التي ملأت جنبات الملعب جنبا إلى جنب مع جماهير نادي الزمالك الذين تواجدوا وهم الآخرين قبل المباراة، اقتسموا الملعب مع النصراويين، احتفلوا مع فريقهم بالهدف، واصلوا تشجيع حتى صافرة النهاية، ولكن في النهاية المتأهل واحد، لأن هناك في الباحة كان الشباب حسم الأمور بوصوله للنقطة السابعة. فوز كان مهم على الاتحاد المنستيري، كان قبله نعم الزمالك قد فاز والنصر قد فاز على المنستيري، لأن النقاط بهذه الطريقة تجعل الشباب أولا، النصر ثانيا، والزمالك ثالثا، ثم الاتحاد المنستيري. مبروك، ألف مبروك للنصر، مبروك ألف مبروك للشباب التأهل. زمير بدر رافع ومعاه الدون كريستيانو رونالدو. بدر. شكرا لك محمد. إذا النصر إلى الدور القادم بعد التعادل الإيجابي أمام الزمالك. كريستيانو رونالدو نقول له ألف مبروك. التأهل إلى الدور القادم بالتأكيد هي مباراة صعبة كانت في هذا اليوم. Primeira coisa, desejamos bem-vindo e desejamos parabéns, mas foi um jogo muito difícil. Inglês ou português? Não, foi um empate importante, sabíamos que o empate estávamos apurados. كان تعادل مهم كثير، عارفين ان التعادل يقدر يرشحنا للدوري ربع نهائي. Jogamos contra uma equipa bastante organizada, bastante difícil. لعبنا ضد فريق منظم كثير وصعب. E nós pouco a pouco estamos a ficar uma equipa top. واحنا بشوي شوي وقاعدين نتحسن ونصير الفريق زاد قوي مره. ليش صعبة المباراة؟ يعني الشوط الأول كان هناك فرص أيضا للزمالك، الفرص كانت قليلة بالنسبة للنصر على الرغم من الأسماء الكبيرة. Porque foi muito difícil o jogo e as oportunidades não foram muito para o Nasser. O campo estava difícil. أرضية الملعب كانت صعبة شوي. Muito seca e muita relva muito alta. كانت ناشفة والعشب عالي كثير. Quando é assim não dá para praticar futebol muito bonito. لما تكون العشب هيك ما يخليك تسوي كرة قدم جميلة. E também a equipa que jogamos é uma equipa difícil que não nos deixou também jogar o nosso futebol. والفريق اللي لعب ضدنا فريق كويس كثير ومنظم ما خلانا نلعب مرتاح. كيف الأجواء بشكل عام؟ Está a gostar do ambiente? Muito bonito. جميل جدا جميل جدا. شكرا. شكرا حبيبي. شكرا للاعب الكبير كريستيانو رونالدو. جودة في تنظيم، جودة في العمل داخل الملعب. أيضا ما كان الزمالك في بداية المباراة فريق بلوك في الخلف وواقف، لا، كان يلعب كورة، كان يتحول بشكل جيد، عمل كل شيء، فاز لمدة 83 دقيقة من عمر المباراة. يعني دعني أتكلم من القلب شوية. قول. أولا ألف مبروك لنادي النصر، جمهور نادي النصر، ألف مبروك لإدارته ولاعيبته وجهازه الفني، وألف مبروك للكابتن بدر زميلي وصديقي العزيز في الاستوديو التحليلي على النتيجة، وألف ألف مبروك لنادي الزمالك على هذا الأداء الجيد أمام فريق عالمي بمعنى كلمة عالمي، فريق اعتمد الزمالك زي ما قلت قبل المباراة على الروح، على الدوافع، على قدرات اللعب الجماعي، على قيمة المدير الفني مستر أوزاريو اللي قدر انه يقدم مباراة من وجهة نظري افضل داخل الملعب من النصر، يعني افضل بكثير من وجهة نظري. يعني الزمالك كان افضل وبيلعب قدام فريق بيمتلك كريستيانو رونالدو، بيمتلك ساديو ماني، بيمتلك أليسكا، بيمتلك بروزوفيتش، فوفانا، بيمتلك الباك ليفت محترف، واللي نزل مكانه لعيب محترف. عايز اقول ان هذا الفريق النصر اتعادل مع باريس سان جيرمان بكل نجومه، اتعادل مع انتر ميلان بكل نجومه وبدون ساديو ماني اللي نزل في بداية الشوط الثاني. الزمالك اللي بيعاني ماليا، الزمالك اللي بيعاني من رحيل رئيسه المستشار مرتضى منصور واللي اعلن امبارح رحيله رسميا، الزمالك اللي بيعاني من عدم قيد اللاعبين، الزمالك بيعاني من مديونيات عليه كبيره، لعيبته اللي بقى لها اكتر من شهرين ثلاثه ما خدتش فلوسها، ومع هذا قدموا مباراه والمدير الفني اكتر من 3 شهور لا يحصل على راتبه، ويقدموا هذا اللقاء الكبير غلطه واحده
اعطت الافضليه للنصر. مره تانية هذه هي كره القدم، مكسب وخساره. مبروك للنصر، مبروك للزمالك على هذا الاداء، وهارد لك على النتيجه والخروج من البطوله. بصراحه في مكتسبات يطلع بها الزمالك اليوم، برضو في مكتسبات على مستوى عمل النصر في فتره الاعداد. دخول ساديو ماني كأنه دخل مع المجموعة بشكل كبير، يعني ما أتحدث عن انسجام، ولكن لاعب مثل ماني ينسجم بسرعة. أيضا ظهور فوفانا بروزوفيتش في الثنائيات، كريس والتهديف في كل مرة يحسم الأمر في المباراة الماضية ويعيد الفريق، واليوم يعيد الفريق مرة ثانية. سنتكلم عن المكتسبات من بداية الموسم. أعتقد أولا التعاقد مع لاعب بقيمة بروزوفيتش، اللاعب المؤثر على طريقة لعب الفريق، على الحل دائما لكل لاعب معها الكرة، دائما بروزوفيتش حل. من المكتسبات ايضا استمرار كريس على التسجيل، وتعودنا صراحه، يعني تعودنا في كل مره هو السؤال اذا ما سجل تصعب كريس. وبالتاكيد ساديو ماني من اول مشاركه اعطى انطباع انه اللاعب جاهز فنيا، جاهز ذهنيا. شفنا كان قادر انه يسجل من اول لمسه بعد نزول ساديو ماني. لكن ايضا محمد يعني في اشياء ايجابيه كبيره للفريق النصراوي، لكن لابد ان نتكلم عن الاشياء السلبيه. يعني من الاشياء السلبيه عمق الدفاع اليوم والاخطاء الكبيره اللي كان قام فيها، وخصوصا تحديدا الشوط الثاني. مستوى عبد الرحمن غريب اللي توقعنا انه يكون واحد من نجوم المباراه، ويمكن تكلمنا عنه كابتن خالد. صحيح. غريب اليوم كان علامه استفهام، وممكن غير موقعه، غير طريقه اللعب بالنسبه لكاسترو، او ما غير طريقه، غير عناصر. يعني اوعز تاليسكا يروح اليمين، وادخل صليم في عمق الملعب، محاوله للسيطره اكثر على وسط الملعب. يمكن واحده من اسبابها غريب اليوم ما كان في حالته الفنيه. الشيء المقلق انا اعتقد يعني العمق الدفاعي، احنا تعودنا فيه من الموسم الماضي ان النصر عنده مشاكل. مادو اعطى انطباع في الفتره الماضيه انه قادر انه على الاقل يحل واحده من المشاكل، وفي انتظار لاعب اجنبي لحل هذه المشكله. لكن العلامه الاستفهام الكبيره المقلقه الان بصراحه الظهير اليسار. الظهير اليسار احنا كنا يعني ننتظر من أليكس تقديم مستوى افضل من كونان، لكن الظاهر من مباراه اليوم ان المستوى متقارب ما بين اللاعبين. تعتبر مباراة كبيرة بالنسبة للزمالك. أيضا مباراة الشباب كانت مباراة كبيرة. المباراة الأولى فاز 4، يعني هو قدم نفسه شكل الفريق مرشح أن يذهب للأمام، إلا أن النتائج ما جت في صالحه. لكن هذا لا يعني عدم وجود مكتسبات على مستوى الفريق. أكيد طبعا. أنا من وجهة نظري الزمالك جاي البطولة دي بدون أي إضافة أي لاعب، بدون حتى اللاعبين المعارين اللي راجعين من الإعارة زي أوباما، زي محمود علاء، زي طبعا حمدي علاء، كل دول ما لعبوش برضو، مفيش أي إضافة. رغم كده أنت بتلعب قدام فريق كبير قوي، يعني قدام فريق قيمته كبيرة قوي. صحيح. سواء حتى على لعيبة المنتخب السعودي أو حتى على اللعيبة العالمية. صح. وبالتالي اللعيبة دي قدمت مباراة كبيرة، لابد إن احنا نحييهم على ده. النتيجة في النهاية احنا لازم كزمالك او كفريق زمالك ياخد المكتسبات من هذه البطوله. في النهايه البطوله دي ما فيش غير فريق واحد هيكسبها. يعني احنا عندنا فرق كبيره زي الاتحاد جده، زي الهلال، زي الشباب، زي النصر، زي الرجاء، زي السد. كل دول ما فيش غير فريق واحد هو اللي هيكسب البطوله فقط 100%. ولكن انت بتطلع من البطوله بمكاسب. الزمالك من وجهه نظري البطوله دي ادت ثقه كبيره جدا للاعبين، للجمهور في قدرات اللعيبه، واللي مستر اوزوريو ان هو في وسط هذه المجموعه قدر انه يعني يعمل التوليفه المناسبه ويلعب مباراه صحيح. اكبر عظيمة. صحيح. من فريق شباب بقيمته، والنهارده قدم مباراه كبيره امام فريق النصر. طيب هذا اذا ما يتعلق بشكل المباراه. سمعنا حديث كريستيانو رونالدو، علي العجامي، لكن ماذا يقول لاعبو الزمالك الفائزين ل 83 دقيقة المتأهلين حتى الدقيقة 84 اللي قدموا مباراة حسب خالد الغندور بدر حقباني كانوا أفضل بمراحل أو بمرحلة معينة من النصر على مستوى إدارة الشوطين ما بين أوزيريو وكاسترو؟ ماذا يقول شيكابالا، محمود شيكابالا لبدر رافع؟ شكرا لك محمد قائد نادي الزمالك شيكابالا. نقول لكم يعطيكم العافيه، صراحه جيم كبير لعبتوه اليوم. مثل هذا الخروج يعتبر خروج بشرف، يعني اديتوا مباراه كبيره، ايضا بطوله كبيره، كل شيء جميل كان في الزمالك. احنا النهارده عملنا ماتش كويس والله، عملنا كل الكلام اللي المدرب قال لنا عليه. بس اللعيبه الكبيره اللي زي رونالدو او الناس اللي في الملعب بتبقى محتاجين هي فرصه واحده، ممكن طول الماتش يبقوا وحشين، بس هو بيبقى محتاج واحده بس يخلص بيها الماتش، وده اللي حصل.
لحظه ما ركزناش فيها قدر رونالدو يجيب الجون فخلص الماتش. الزمالك استحوذ كابتن، خلق فرص كثيره في هذه المواجهه خاصه في الشوط الاول، يعني حضور اكثر من رائع على الرغم مثل الناس يقولون القيمه السوقيه ما بين النادي الزمالك ونادي النصر، الا ان الزمالك لاعب مباراه كبيره. طبعا الثقه التسويقيه اكبر مننا، بس احنا الزمالك اسم كبير واحنا بنلعب بتاريخنا النهارده وجماهيرنا، فالزمالك في اي وقت زي ما قلت قبل كده تاريخ كبير طبعا، فاحنا لما بنلعب مع التاريخ ده كله فاكيد النهارده لازم بنلعب بالارث اللي الناس اللي قبلنا عملوه، فده اللي كان موجود النهارده في الملعب. فانا بشكر لعيبتي، بشكر الجهاز الفني، وبقول لهم البطوله دي نبني عليها للسنه الجايه ان شاء الله، ونبقى نظهر بصوره كويسه ان شاء الله السنه. تبادل التيشيرتات كابتن مع رونالدو اكيد يعكس الروح الرياضيه العاليه. طبعا طبعا طبعا، احنا النهارده الماتش عدى مفيش مشاكل خالص، روح رياضيه عاليه، والماتش خلص تعادل، والحمد لله احنا عملنا كل حاجه النهارده في الكوره، بس التوفيق ما كانش معانا في اخر 5 دقائق او 10 دقائق، فبنحمد ربنا واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لقائد نادي الزمالك اللاعب الخلوق شيكابالا متحدثا عن التعادل في هذه المواجهه وعن خروج فريقه في هذه المسابقه. محمد. شكرا بدر، شكرا لمحمود شيكابالا القائد الكبير لنادي الزمالك صاحب التجربة أيضا اللي كانت في الرائد السعودي في فترة ماضية. حياكم الله من جديد، مبروك للنصر تأهل للدور الثاني لدور 8 من كأس الملك سلمان للأندية العربية. مبروك للشباب تصدر هذه المجموعة وذهابه إذا للمرحلة القادمة دور 8. حظا وافرا للزمالك الذي تعادل ثم فاز ثم خسر ثم تعادل، ولكن الرصيد النقطي ل4 نقاط لم تكن كافية بالنسبة للزمالك للمضي قدما في هذه البطولة. ستخسر البطولة أكيد الزمالك كفريق وكجمهور، كان يملأ جلبات الملعب حتى في مباراة اليوم ناصف النصراويين المدرجات. خلينا نسأل بدر حقباني قبل نروح المدربين عن هدف أو ركلة الجزاء اللي على النصر، لقطة من بدايتها من عرضية إليكس تيليس. بالضبط محمد، لما تتكلم عن فريق أنت مستحوذ مسيطر، الفريق متراجع يلعب على التنظيم الدفاعي، أنت من أهم النقاط أنك تعتمد على اللعب على طريق الأطراف وتحديدا الكرات العرضية. تكلمنا عن تيليس وسوء الكرات العرضية من الشوط الأول، كرة عرضية سيئة ثم المفترض يقابلها ضغط عكسي او حتى تنظيم دفاعي. شوف اخطاء هذه متكرره من عبد الله على خطا كان المفترض انه ما يصير يخلصها. ثم نشوف الكره لما تنتقل للجهه الاخرى، جهه سلطان الغنام، شوف كيف بيكون لاعيبه الزمالك 3 على 2 والمدافع عبد الله العمري بعيد. الان 3 لاعبين على 2 ولا زال الدفاع متواجد في عمق الملعب، ثم كره عرضيه ثم سوء تمركز ايضا من تيليس اعتقد تسبب في ضربه الجزاء. لذلك انا اعتقد ان لما يكون فريق النصر قوي في وسط الملعب، قوي هجوميا، محتاج ينظم دفاعيا، قوي دفاعيا، لابد يكون فيه ضغط عكسي، لابد يكون فيه رقابه، لابد ان تقل الاخطاء. لكن في النهايه نقول لك يا محمد لا نلومهم، لازلنا في بدايه الموسم ولازلنا في انتظار صفقه على مستوى المحترفين في هذه الخانه اللي بالتاكيد هي حاجه مهمه لفريق النصر. طيب خلينا نشوف اخوان كارلوس اوزيريو، وهو مدرب نادي الزمالك، المدرب الذي قدم مع الفريق هذه المباريات الثلاث. ماذا يقول اصلا بعد هذا الخروج، بعد هذا التعادل؟ Buenas noches. Estoy muy orgulloso del equipo. Competimos muy bien. Yo creo que limitar a un equipo tan poderoso como el Nassr, con tan buenos jugadores y con tantos de ellos, a muy pocas opciones claras de gol, yo creo que es mérito del trabajo táctico del equipo. فخور جدا باللعيبه وباداء اللعيبه، نفسنا كويس جدا، فرقه قويه، حجمنا من خطورتهم وحجمنا من خطوره النجوم والحلول اللي عندهم، ويعني ما تقريبا ما كانش فيه فرص خطره كتير، لكن هي دي الكوره اذا هذا هو اوزيريو بعد المباراه، يبدو انه سعيد بمستوى ولكنه اكيد غير سعيد بالنتيجه والخروج من دور المجموعات على بال ما يوصل ايضا كاسترو مدرب النصر. برايك ما قاله اوزيريو، هل ادار المباراه كما ينبغي؟ والله يعني
دايما لما بتكون في خروج اكيد بيبقى في علامات استفهام على بعض التغييرات في صحيح. نهايه اللقاء. يعني الفريق كان ماشي كويس، عمر جابر كان ماشي كويس، عمرو سيسي تغيير، يعني كان في مبرر لتغيير شيكابالا لانه كبير في السن ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، وبالتالي ممكن الارتداد الدفاعي بتاعه يكون بطيء شويه. بنزل ابراهيم انداي نشيط اصغر منه سنا يستطيع ان هو يقفل الجبهه دي شويه. لكن تغيير عمر جابر وعمرو سيسي من وجهه نظري كانوا ماشيين كويس جدا، كانوا قافلين نص الملعب، كانوا مقدمين مباراه كبيره. المغزى من نزول حاتم سكر ودخول فتوح لنص الملعب غير مفهوم. غير مفهوم. لكن في النهايه مما لا شك فيه ان الراجل قدم مباراه كبيره وان هي كره اخطاء في النهايه، ومن خطا واحد استطاع لعيب كبير زي صحيح. كريستيانو رونالدو انه يحرز هدف التعادل. مره واثنين وثلاثه الزمالك خد مكتسبات كبيره جدا من البطوله دي يبني عليها. صحيح. والنصر زي ما الكابتن بدر قال هو في مرحله اعداد، كل الخطوط بتاعته مميزه الا خط واحد محتاج فعلا للاعب اجنبي مهم يقود الدفاع. ويمكن كمان كنت افضل ان كونان هو اللي يكون موجود، اليكس مثلا يكون اضافه تانية مكان 2 باك ليفت، يكون في لعيب مهم يعني 2 مدافعين او في المكان ده بالذات يكون افضل. انا بسالك بدر عن اليوم الانديه السعوديه المشاركه في هذه البطوله، هلال وشباب ونصر واتحاد، الاربعه تاهلوا وهذا يعتبر سكور نتيجة جيدة، ولكن الهلال ما كان مرضي في أكثر من مرة. النصر مباراته الأولى كان يعني متأخر عنها، مباراته اليوم كان أقل. نفس الفكرة الشباب يعني بلاعبين مواطنين تقريبا ما عدا إيفر بانيجا. الاتحاد تقريبا هو فقط اللي وراك نفسه في بالعلامة الكاملة. كيف تشوف هذا النجاح، هذا الخروج الوصول لدور متقدم؟ بالتأكيد تحديدا لما تتكلم عن الثلاث الأندية اللي هو الهلال ونصر هلال ونصر الاتحاد والإضافات الكبيرة والحلول الهجومية القوية للفريقين، يمكن الهلال يفتقد لمهاجم ولا زال في البحث على مهاجم ليكون إضافة للفريق، لكن تتكلم عن خط وسط بالنسبة للهلال خط وسط قوي، يفتقد إلى مهاجم لترجمة أحيانا سيطرة فريق. الدفاع لا زالت أيضا عنده مشاكل الهلال. الاتحاد تتكلم عن فريق يعني شبه مكتمل، ثبات عناصري، ثبات فني. نونو سانتو مستمر معهم الموسم الماضي. ايضا لابد لما تتكلم عن الاتحاد من التعاقد مع مدافع، شفنا احمد شرحيلي لوحده. بالتاكيد انه بعد البطوله لابد من يبدو ان صيف السعوديين كان كله متجه للمهاجمين. تكلم محمد فقط كوليبالي في الهلال يعني صح. لا نتكلم عن ان الفرق لا زالت عندها نواقص، لكن النواقص واضحه والخانات قليله بالنسبه للاتحاد، بالنسبه للشباب، بالنسبه للاتحاد، بالنسبه للنصر، بالنسبه للهلال. تكلمنا الهلال كمهاجم، النصر كمدافع، الاتحاد كمدافع، ستصبح فرق قويه. يمكن الكلام كثير راح يكون على الشباب. راح يكون على الشباب لان المراكز اللي يحتاج الشباب كثير، وشفنا الشباب كيف كان مميز في خط الدفاع وفي خط الوسط، لكنه يحتاج 3 لاعبين في خط الهجوم لترجمة أحيانا العمل التنظيم الدفاعي، لكنها بالتأكيد هي مرشحة قوية للوصول للنهائي وتحقيق اللقب. رتب لي مسألة الرضا عن الأندية السعودية الأربعة المتأهلة. رقم 1 الاتحاد. يعني الهلال يعني اب اند داون ما تقدرش صح. كان ممكن على وشك الخروج لحق نفسه في الاخر. النصر نفس القصه. الشباب ممكن يكون على مستوى يعني اللي قدمه والستابيليتي ان هو صعد بلا مشاكل يعني كان افضل. لكن انا عايز بس في النهايه سعيد بكلام كريستيانو رونالدو عن نادي الزمالك وان هم قابلوا فريق صعب. ويمكن في نهايه يعني مشوار الزمالك كان عايز اشكركم واشكر SSC وكل محللينها والقائمين عليها، واشكر ايضا كمان كل منظمي البطوله العربيه. يعني انا هقعد اتفرج على الماتشات بعد كده بس انا لا تمشي من الاستديو، احنا ورانا. اشكر من تريد. اشكرك يا محمد. شكرا. الحين اوكي. اشكرك يا محمد. اشكر طبعا سلطان غشان جدا يستحق كان معايا في الاستوديو الاولاني. كابتن بدر كنت سعيد بوجودي معاه وسعيد بكلام كاسترو جدا جدا لانه قدر هو كريستيانو قدر فريق الزمالك واللي قدمه على في المباراه دي رغم التعادل والخروج. طيب. يعني
طبعا شكرا على الاستوديو اللي انت مع الاس سي مستمر حتى ان شاء الله نهايه البطوله. شكرا لبدر الحقباني ايضا. شكرا لك محمد، وشكرا للكابتن خالد اللي تشرفت اني اكون بجانبه. والله انا مبسوط. شكرا للفريقين اللي امتعونا، شكرا للجمهور الحضور اللي صحيح. اعطوا المباراه متعه. والتحكيم كمان صحيح، كان زين التحكيم عشان اعطاكم بلنتي. لا والله الكابتن رضوان جايد. الماتش الاولاني التحكيم اللي كان اقل بكتير. النهارده الراجل مسيطر على المباراه، ادى لكل فريق حقه. شكرا.